مليونية تطهير القضاء اللي هم بيتكلموا عليها، وانا اقول مليونية تطهير القضاء او هدم القضاء او القضاء على القضاء. انا مش عارف الاخوان المسلمين دول عايزين ايه بالظبط، ومش بيفكروا بعقولهم، وانا مش فاهم. انا كل اللي انا اقدر اقوله دلوقتي ان هم استشعروا الخوف من ان حسني مبارك برئ في قضيه ما من القضايا اللي هي بتاع قتل المتظاهرين، مع ان مرسي بيقتل المتظاهرين ويقر، لكن هو برئ في هذا، فابتدوا يحسوا بالخطر. يبقى لازم القضاء ده يتطهر. انا مش عارف القضاء يتطهر ازاي يعني. القاضي راجل بيقوم بيطبق قوانين، القوانين كان في ايديكم انتم، يعني انتوا المفروض تعدلوا هذه القوانين. ايام ما كنتوا في مجلس الشعب بالاغلبيه ما عملتوش ولا قانون متوافق مع الشريعه الاسلاميه، ولما مسكتوا مجلس الشورى لحد دلوقتي ما فيش ولا قوانين ولا تعديل للقوانين. عدلوا القوانين، والقاضي اللي ما يمشيش على هذه القوانين يبقى يقولوا ان هو ما بيمشيش على القوانين. لكن انتوا دلوقتي الراجل اللي هو بتاع العدل معاكم، واحنا عارفينه كويس قوي ماشي، وكل اللي انتوا عاملينه لا نهاجم في ده ونهاجم في ده نهاجم في ده، ومعاكم القضاء اللي انتوا عايزين تطهروه، يعني معاكم القضاء من اجل مصر اللي هو مصر الاخوان، وفي نفس الوقت انتوا عايزين تقضوا على خزندار بتاع 2013. افكركم بقى بالخزندار بتاع زمان اللي انتوا كنتوا يعني راجل حكم ضدكم وقتل، يعني هو ده الاسلوب، يعني يتقتل، وهو ده كان تطهير للقضاء ان انتوا قضيتوا على الخزندار. طب دلوقتي عايزين تقضوا على مين بقى؟ على القضاء كله. ما عادش في خزندار واحد، عارف في مليون خزندار ولا كم عدد القضاة اللي موجودين دلوقتي عايزين تقضوا عليهم. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ انا مش عارف. القضاء يطهر لو كان في فساد، الفساد ده في القوانين وليس في القضاء. القضاء ده انا عارف ان هو فوق الوالي، فوق الرئيس، فوق الحاكم. القاضي حاكم علي بن ابي طالب مع اليهودي، لما احنا طبعا القصه دي معروفه ومشهوره وسمعناها كتير، ان هو ظن ان هذا الدرع بتاعه ومسكه، وكان هو المفروض يكون امين المؤمنين، وحكم القاضي لليهودي ولم يحكم لعلي بن ابي طالب. دي مفهومه. القضاء يا جماعه حاجه ساميه قوي. القضاء ده قريب من العدل، العدل مطلوب منه العدل، والله سبحانه وتعالى هو العدل. القضاء بيطبق الحق، والله سبحانه وتعالى هو الحق. انتوا عايزين تعملوا ايه؟ عايزينها تمشي اللي بمزاجكم هو اللي كويس، واللي ضدكم هو الحقد الاسود والحقد الدفين والحقد اللي معمول قضاء يطهر؟ يعني مش عارف. عايزين تحموا الناس ثاني زي خيبر يا يهود؟ طب انا سؤال واحد، لما جه اوباما سكتوا، لما جه وزير الخارجيه بتاعت كندا عايز يروح الخارجيه بتاعتنا طلعت على طول احنا بنرفض. طب ما رفضتوش مع اوباما ليه؟ هو يعني خيار وفقوس؟ كل حياتكم كده خيار وفقوس، مفيش عندكم عدل خالص. ولما يطبق قانون بعدل عايزين تهدوا القضاء. دي مليونيه. ربنا يا شيخ هقول يعني ايه، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، واعملوا زي ما انتوا عايزين تعملوه. بس الحمد لله الناس ابتدوا يعرفوكم كويس، الناس ما ابتدوا يتخدعوا وراكم. لا 6 ابريل هتطلع اللي هم كان كل شويه يطلعوا معاكم، مش هيطلعوا معاكم لان ابتدوا يفهموا الموضوع ويفهموا القصه. انتوا بتهيجوها لما تكونوا عايزين لكم مصلحه، زي ما هيجتوا 6 ابريل ووقفتوا ضد الجيش لما كنتوا عايزين تشيلوا الجنزوري وتعملوا حكومه. تتذكروا هذا الامر كويس قوي، وبتوع طبعا صلاح ابو اسماعيل ووقفتوا هناك والقصه ولعت. دلوقتي عايزين تولعوها، مش هتولع ان شاء الله، مش هتولع، وربنا هينجي مصر منكم ومن حكمكم ومن ظلمكم.